العسل له منافع كثيرة لجسم الإنسان، فهو غني بالمواد المضادة للأكسدة والإنزيمات والمعادن مثل الحديد والزنك والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والسيلينيوم، كما أنه يحتوي على فيتامين B6 والثيامين والريبوفلافين والنياسين. وعندما نضيف الثوم الذي له فوائد علاجية عديدة إلى العسل، نحصل على خليط خارق يعمل على تعزيز مناعة الجسم، يقي من الأمراض، يسرع عملية الشفاء، ويساعد الجسم على أن يبقى قويا وبصحة جيدة. لذلك ينصح بتحضير هذه الخلطة العجيبة واستعمالها عند الحاجة. كيف نحضر شراب العسل والثوم؟ هناك عدة طرق لعمل هذا المزيج. الطريقة الأولى: نحتاج إلى 3 رؤوس ثوم وكوب من عسل النحل. نقوم بفصل رؤوس الثوم إلى فصوص، ونضع فصوص الثوم بقشرها في برطمان ونصب عليها العسل. يجب أن يغطي العسل فصوص الثوم بالكامل، ثم نغلق البرطمان جيدا ونتركه لبضعة أيام. ملعقة واحدة من هذا المزيج تساعد على التخلص من برد الشتاء بسرعة أكبر وتقوية الجهاز المناعي، كما أن تناول ملعقة واحدة يوميا في الصباح قبل تناول الطعام أو شرب أي شيء يمد الجسم بالطاقة ويجعل جسمك بصحة جيدة. يمكن استخدام هذا المزيج بأي طريقة تفضلون، مثل إضافته في السلطة أو دهنه على الخبز. عند أول شعور بالمرض، ابدأ في تناول فصوص الثوم فص واحد كل ساعة أو ساعتين بمعدل 6 فصوص يوميا. ويمكن تناول العسل كشراب لعلاج السعال. يمكن أيضا مزج ملعقة صغيرة من العسل مع القليل من خل التفاح والماء الدافئ ويشرب عند الشعور بالمرض. الطريقة الثانية: نأخذ فصوص رأس ثوم كامل وتقشر الفصوص ثم تفرم ناعما في الهاون. نضع الثوم المفروم في وعاء مع 225 غراما من العسل ويقلب جيدا. يتم تناول نصف ملعقة صغيرة يوميا لمد الجسم بالطاقة أو كوقاية. وعند الالتهابات الحادة تؤخذ نصف ملعقة 6 مرات يوميا. الطريقة الثالثة: عندما لا يكون لديك وقت لتحضير الطرق السابقة وكنت بحاجة إلى علاج سريع، تخلط ملعقة من العسل مع فص ثوم مفروم وتترك مع بعض لبضعة دقائق. يتم تناول ملعقة صغيرة عند الحاجة. نأمل حقا أن يكون هذا الفيديو قد أفادك. لا تنسى مشاركته مع أصدقائك.